السلام عليكم خوتي المغاربه، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الصراحه جيت نشارك معكم واحد الخطه كنت درتها هذه 7 سنين. كاين اللي غادي ينتقدني، كاين اللي ما غادي يعجبوش الحال على هاد الهضره اللي غادي نقول، كاين اللي غادي يقول لك هادشي ما يمكنش وكذا ومتطلبات الحياه كتغير وكذا. المهم انا غادي نشارك معكم يعني التجربه ديالي الشخصيه مع هذا الامر هذا، كيفاش مريت به بواحد الصيغه اللي هي سهله، وما غاديش نطول عليكم. اذا انا موظف، الخلصه ديالي تقريبا واحد 7000 درهم، يعني كتكون يعني تقريبا 7000 درهم. مؤخرا ولات 7000 درهم. كنت غادي بواحد الوتيره اللي هي كتسالي. بالنسبه للثمن الكراء كنت كاري ب 1500 درهم. غادي يقول لي شي واحد فينا هو هذا الكرا ب 1500 درهم، غادي تكرا غير ب 2000 2500 3000 درهم. غادي نقول لك اخويا انا مشيت كريت في حي شعبي، ما عندي ما ندير اخويا، انا بحي الرياض ولا شي حاجه. خويا انا باغي نصوفي راسي، راه الهدف ديالي انا غادي نقول لك في الاخر. مشيت اخويا الحي شعبي، الناس ديالو زوينين الله يعمرها دار. شفت واحد لابارطومون تمايا صغيره، كانت هي عماره فيها 3 ايطاج. كنت انا شاد الطابق الاول، كاري في الطابق الاول ب 1500 درهم. الله يجعل البركه انا والمدام، الله يجزيها بخير. المهم الامور هي غاده. بالنسبه للمصروف ديال الدار وديال التنقل عندي 1200 درهم. غادي تقول لي اخويا اش دير لك 1200 درهم؟ غادي نقول لك اخويا انا ما باغيش ناكل اللحم كل نهار، وما باغيش ناكل كل الدجاج كل نهار، ما باغيش ناكل انايا الكافيار. خويا راه حنا كناكلوا الماكله اللي ربونا والدينا الله يرحمهم والله يغفر لهم. تناكلوا خويا القطنيه، تناكلوا خويا الخضره، تناكلوا الامور اللي هي قد هاد البادجي هذا. اذا كان محدد 1200 ما خاصنيش نخرج عليها، بمعنى عندي واحد 400 درهم ديال التنقل، 800 درهم هي اللي كناكلها صافي. ولا عفوا، كان هي هذيك 400 درهم ديال التنقل، وعندي 800 درهم ديال المصاريف ديال الدار، الخضره الفروت تاع المسائل. بالنسبه لبر الوالدين، كانت مازال الوالده بالحياه الله يرحمها، كنت نعطيها 700 درهم. هاد العامين الاخرى ما توفات الله يرحمها، يعني هذه تزادت على مبلغ التوفير. بالنسبه لمبلغ الطوارئ اللي كنت نحط كل شهر 600 درهم. هاد 600 درهم اخويا راه كندير الجهد المستطاع باش انني ما نديرش يدي فيها، ما نكونسوميهاش مره الا قد دعت الضروره. يقدروا يعيطوا لي صحابي اجي نتقهوى واجي نمشيو نضربوا دويره اجي وكذا، ما كنمشيش. غتقول لي كتحرم راسك، ما يمكنش، هذه ماشي هي الحياه. الانسان ما خصوش يكون سقرام وكذا. لا، نقول لك اخويا انا عندي واحد لوبجيكتيف خدام عليه. داك لوبجيكتيف خاصو شويه ديال الصبر، شويه ديال الانسان يتنازل، وخصو بزاف ديال الساكرفايس. وانا كان ساكريفي على حسب هاد لوبجيكتيف ديالي. المهم المبلغ اللي كنت تنخسر انا كل شهر هو كان 4000 درهم. 4000 درهم في هذا الشيء هذا كامل. بالنسبه للموضوع، الله يجزيه بخير، السيد اللي كنت كاري عنده ب 1500 درهم. كان فيها الضوء، الماء انا كنت نخلصو من هذا مبلغ الطوارئ، منه كنت نخلصو. دوزت مع شي وقيله شي عام، وموراها وليت تنخلص انا الضوء والماء تنخلصهم من هذا مبلغ الطوارئ، بمعنى ما خاصنيش نخرج انا على هذا الشيء هذا. كان هو اللي تيخلص داك الفاتوره على حساب كانت عندنا مكانه وحده. من بعد عاد كان وقع واحد سوء تفاهم وكل واحد دخل المكانه ديالو. نجيو هنا للتوفير. بالنسبه للتوفير الشهري كان هو 3000 درهم، يعني سنويا كيعطيني 3 المليون و6000 درهم. عفوا هذه 600 خاصها تكون 6000 درهم. اذا المبلغ السنوي ديال التوفير هو 3 المليون و6000 درهم. غتقول لي اخويا شنو هي 3 المليون و6000 درهم في عام؟ غنقول لك اخويا رانا كنشد غير 7000 درهم، يعني 3 المليون و600. الا مشيتي تشوف راه 7000 درهم في الشهر في 10 شهور كتعطيك 7 المليون. فاش غادي تزيدها على شهرين واحده اخرى كتعطيك 8 المليون و400. يعني انا من اصل 8 المليون و400 وفرت 3 المليون و600، يعني راه تقريبا اكثر من الثلث. وبالتالي فانا راه كنت خدام مزيان في التوفير. غنجيو النقطه الاخيره، هي خلال 7 سنوات من الصبر. ويقدر يقول لي شي واحد راه الانسان كان تيشح في راسو. نقول لك وي خويا كنت نشح في راسي، ولكن لوبجيكتيف ديالي كان هو هذا، هو نجمع 25 مليون. اشنو درت بهاد 25 مليون؟ خويا الحمد لله وشكر لله، خديت بها ابارتومون
كان باقي ناقصني شي شويه حيت الثمن ديالها كان 25 مليون، ولكن كان خصني شي شويه ديال خصني واحد 3 ديال المليون على ود التسجيل والتحفيظ وداك الشيء والورق ديال النوطير وكذا. هادوك الصراحه سلفتهم من عند واحد الصديق ديالي الله يجازيه بخير، ولكن حتى هو في الطريقه ديالو اللي ردت ليه ديك 3 د المليون بهاد الطريقه هادي 3000 درهم في الشهر كنت نعطيه في 10 شهور خلصت ليه ديالو ياك. 25 مليون اخويا جمعتها في 7 سنين ياك. تخيل معايا واحد موظف بحالي، كانوا كاينين بزاف ديال الاصدقاء تيديروا نفس الطريقه، تيمشي تيتونجاجا في لابارطومون، تيخلي البنكه تقطع عليه الطريطه على ود 15 عام ولا 20 عام ياك. اول حاجه حرام فيها الربا، هذه معروفه. ثاني حاجه كيبقى الواحد مديرونجي مع داك الكريدي اللي عنده. انا خويا ما مديرونجي ما والو، الحمد لله عندي حساب التوفير كنوفر فيه الفلوس ديالي، يعني ما فوت ما نخلي البنك انا هي تقطع عليا، انا ما نقطع، انا نعطيها ما تخبى علي، فهمتي. فوت ما تزيرني البنكه في كل شهر بالطريطه، انا نزير راسي ونجمع فلوس. المهم هادشي هذا راه الحمد لله وشكرا لله تمكنت انني نشري لابارطومون ديالي خلال 7 سنين ياك. 7 سنين في كيجي الصيف ما كاين لا يلا نهبطوا للشمال لا يلا نمشيو لشي تخربيق، ما كاينش. كاين لوبجيكتيف خدامين عليه اللي هو هذا هو لوبجيكتيف. باش ما نطولش عليكم، اللي بغيت نقول لكم هو ان سواء كان الخلصه ديالك 7000 او 8000 او 6000 تقدر دير نفس الطريقه. والفكره اللي بغيت نوصل لك من هذا الشيء هذا هو انك الا صبرتي وكما تيقولوا تسقرمتي شي شويه، فراك ماشي كتسقرم اخويا، راه عندك اوبجيكتيف خدام عليه. خدم على الاوبجيكتيف ديالك، ما تدخلش في الكريدي، دير بحال ما هكا. غادي تعيا واحد شويه، راه 7 سنين تقدر تكون 8 سنين، تقدر تكون 9 سنين، تقدر تكون 10 سنين، تقدر تكون غير 5 سنين، انت وجهدك. ولكن غادي توصل وغادي تاخذ الدويره ديالك، احسن ما تمشي دير كريدي وداك الكريدي راه غيخرج عليك. وهذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليكم، سمحوا لي الا طولت عليكم.